لا والله بالعكس، حق الجماهير العراقيه طالبنا بالاداء والنتيجه. يعني احنا كلنا الشوط الاول كنا احنا الافضل، احنا اللي فرصنا اخطر، يعني كرتين خطأين سجلوا علينا يعني الهدفين، واحنا ضيعنا، يعني سجلنا التعادل وسجلوا علينا الهدف الثاني من خطأ. وراها ضيعنا هدفين محققه، يعني هدفين يعني اللاعبين هم والمرمى وضيعناها. سبحان الله، هي كرة القدم، يعني هي ام الاخطاء. الفريق الاقل اخطاء يطلع بالنتيجه ايجابيه. سبحان الله، يعني ما جت النتيجه اللي احنا نريدها. يعني ردنا احنا طمعنا انه نفوز، انه اقل شيء نطلع تعادل، بس سبحان الله ما حالتنا الحال. حدث الشوط الثاني. الشوط الثاني حدث اللي الجانب البدني والتغييرات، يعني اللاعبين ما انطوا 100%. ان شاء الله نوعد الجماهير العراقيه ان شاء الله قادم افضل. زيد، امام فرنسا، مباراه فرنسا اليوم ننساها، نتمنى نتيجه اليوم ما تاثر علينا. اكيد لازم احنا لاعبين، احنا نطوي هاي الصفحه، نفكر بالجاي. المنتخب الفرنسي من افضل المنتخبات، انا بالنسبه لي اشوفه مرشح. لازم مثل ما قدمنا ما نروي الشوط الاول جيد والعالم كلها راضي علينا، المفروض فرنسا لازم نكون مركزين الشوط الاول والشوط الثاني. رساله للجمهور. ان شاء الله نوعدكم انه ما راح نخذلكم.